Ciao ragazzi, come state؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كون سارة عشان نكمل الكورس اللي ابتديناه ونشوف حلقتنا النهارده تتكلم عن ايه. بس قبل ما نشوف حلقتنا ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان لايك لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون عبارة عن جزئين. الجزء الأول وقف الفيديو حالا وابدأ كملي النقط اللي قدامك وحطيلي فيها ارتيكولو ديترميناتيفو أداة تعريف. قبل ما نقرأ الكلمات مع بعض حلها لوحدك، وقف الفيديو وحل، وبعد كده ارجع تاني كمل الفيديو عشان أنا دلوقتي هقرأ كل كلمة معاكم ونشوف الأداة التعريف اللي اتحطت ونعرف الكلمة دي بتشاور على ايه، عشان لو الإشارة مش واضحة هترجم لكم أنا الكلمة. زي ما انتوا شايفين قدامكم مكتوب ليسيكو زي ما قلنا قبل كده، يعني الكلمات الجديدة اللي قدامنا. اي موبيلي e gli oggetti della casa. i mobili e gli oggetti della casa يعني الموبيليا، العفش بتاع البيت والأشياء بتاعة البيت. أول حاجة عندي الكوشينو. الكوشينو اللي هي المخدة، أخدت إيل عشان دي طبعا مفرد مذكر بادئ بساكن. اللي تحتيها على طول هتبقى lenzuolo اللي هي الملاية. lenzuolo أخدت إيل برضو عشان ماسكيلي سينجولاري بادئ بكونسونانت بساكن. اللي بعدها لا كوبرتا اللي هو الغطا، الكبرتاه زي ما بنقول اسمها لا كوبرتا، وأخدت اللا علشان طبعا فيمينيلي سينجولاري بادئ بكونسونانت، مفرد مؤنث بادئ بحرف ساكن. نيجي بعد كده اللي جنبها لاباجور اللي هي الأباجورة، ودي كلمة أصلا فرنساوي وهتاخد الأبوستروف عشان هي ماسكيلي سينجولاري بادئ بفوكالي بحرف متحرك. بعد كده الكومودينو اللي هو الكومود اللي جنب السرير ده اسمه كومودينو، واحنا تقريبا بنستخدم الكلمة دي في العربي. أخد لنفس الأسباب اللي قلناها قبل كده. عندي بعد كده جنبهم لا تندا اللي هي الستارة، أخدت اللا عشان الكلمة مؤنث بدأ بساكن. ننزل تحت هنلاقي لتو، هتبقى اللتو يعني السرير، برضو أخدت لنفس الأسباب. بعد كده لا سكريفانيا يعني المكتب اللي بنكتب وبنذاكر عليه في البيت ده اسمه لا سكريفانيا، وبرضو فيمينيلي فأخدت الله. عندي بعد كده أرماديو الدولاب، هتبقى لارماديو يعني دولاب، وأخدت أبوستروفو ليه؟ عشان ماسكيلي بادئ بمتحرك بفوكالي. برافو عليكم. بعد كده عندي لا كاسيتييرا اللي هو اللي بتبقى عندي زي شوفونيرة كده فيها درج اسمها لا كاسيتييرا. بعد كده عندي لاتاكا باني اللي هي العلاقة بتاعة الهدوم اللي هو مشاور عليها دي اسمها اتاكا باني، واخدت طبعا الابوستروفو عشان بدأ بفوكالي. كل الكلمات اللي احنا قريناها وتعلمناها مع بعض دي مكتوب عليها كاميرا داليتو يعني غرفة النوم، يعني دي المحتويات او المكونات او الحاجات اللي بتبقى موجودة لأوجيتي، الاشياء اللي بتبقى موجودة في لا كاميرا داليتو في غرفة النوم. يا ترى بقى عملتوا ايه؟ يا ترى جاوبتوا ادوات التعريف صح ولا غلط؟ اكتبولي خدتوا كام درجة على السؤال ده في الكومنتات تحت، واستنوا الحلقة الجاية عشان ناخد احنا خلصنا غرفة النوم، عايزين نشوف بقى الحمام والحاجات التانية اللي موجودة في البيت، ايه المكونات اللي بتبقى موجودة فيها. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظروني في فيديو جديد. معاكم سارة البحيري. الله بروسيما. تشاو.